هم أفضل منتخب في النسخة، إلا أن ظرف اللعبة وبعض جزئياتها جعلهم يركبون المنصة من جهة البرونز، في حين رأيتهم أصحاب الذهب بدون منازع ولا منافس، وأصحاب الاستحقاق والأفضلية بكل شيء. لكن كرة القدم لا تعترف سوى بالمنتصر، وعلى ذلك الأساس ذهبت إسبانيا للنهائي. المغاربة حفظوا الدرس، وكانت مصر هي الضحية من ذلك، فجاءوا عليها بسداسية فيها من الأريحية ما يعطيك انطباعا على أن المباراة أقيمت بالمركب في كازا وليس بفرنسا. رحيمي أخذ الحصة لنفسه بثنائية جعلته أفضل من سجل في تاريخ الأولمبياد، ومن مشاركة واحدة. هذا وليعيد الزلزول كرته ضد العراق ويتفنن في رد النقد عن نفسه على الأقل في هدف واثنين، في حين يوضع هدف أشرف كمسك ختام لأولمبياد تاريخي سيذكره المغاربة كثيرا. أسود الأطلس ليسوا منتخب أهداف بقدر ما هم منتخب يلعب كرة قدم حية ومميزة، قيمة جماعيتهم ترى بالعين المجردة ومن دون تحليل معمق. بهذا الشكل بعت إلياس تمريرته لسفيان في توب خبير وجعله منفردا. تلك هي سمات اللاعبين الكبار لو كنا أصحاب نظر. المغرب ثالث أولمبياد باريس مع أنه استحق أكثر، والمصريون رابعا من دون انتقاص مما فعلوه، لتنتهي لعبة الأشقاء بروح رياضية عالية. إلى اللقاء.